اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده تاني يوم في دورة الفراخ بتاعتنا. هي المفروض تبقى اول يوم، لان امبارح انا كنت لسه شاريهم امبارح. يعني انا كنت بستقبلهم امبارح حوالي الساعة 5 العصر، فهو النهارده يعتبر اول يوم، لان اول يوم ما بيحسبش معانا. فانا استقبلتهم على ايه امبارح؟ استقبلتهم على ميه بسكر. حطيت على رتل الميه 6 معالق سكر. مش كتير، لا مش كتير يا حبيبتي، 6 معالق سكر. هو الفرخ مش هيشرب حاجه، بس هيكون حاجه تقويه، او كيس محلول بتاع الاطفال، او ملح الجفاف، او ميه بسكر، او ميه بعسل اسمر. المتوفر عندك حطيه. المهم تبقى حاجه مسكره قوي عشان خاطر تقويهم او تعوضهم النقص اللي هم فيه. طيب ايه النهارده بقى؟ انا استقبلتهم امبارح على ميه بسكر. النهارده حطيت لهم في الميه الصبح، حطيت لهم الف د 3 اهي، فيتامين الف د 3 اهي. حطيت لهم 2 سم على الرتل فيتامين الف د 3 اهي. بتجيبيه من عند اي بيطري، اي فيتامين الف د 3 اهي. بتتباع في عبوه، بتتباع على بعضها كده ب 10 جنيه، وفي ممكن تجيبي من ازازه كبيره بيعبيلك هو فرغه صغيره عنده كده، بتجيبي زي ما انت عايزه. الف د 3 اهي. حد سوا فيتامين في سوا مضاد حيوي. برضه حط 2 سم على الرتل من مضاد حيوي، اي مضاد حيوي بودر او سائل. هو كل بيطري وكل محافظه لها ادويه خاصه بها. طيب النهارده بقى هعمل لهم ايه؟ ده نعتبر، انا قلت النهارده يعتبر اول يوم. النهارده هحط لهم مكون سحر في العلف، يخلوهم ياكلوا اكتر، يخلوهم يرفع مناعتهم اكتر، يخلوا فيه عندهم فيه كالسيوم، يزود لهم الكالسيوم في الاكل والبروتين اللي في الاكل. هو العلف بروتين 24. زودي بقى، عايز تزودي ان هو يرفع مناعتهم اكتر ويجيوا معاكي بسرعه ويحصلوا وزن اكتر. هي زودي المكون اللي هقول لك عليه دلوقتي ده اهو. ده ايه؟ ده بيضة اهي، بيضة مسلوقة وفركتها. بيضة اهي، بيضة من الغالية، وبيضة فراخ بلدي كمان، يعني بيضة اورجانيك. ده انا متوصية بيهم، ده بيضة اورجانيك يا حبيبتي، جايبالك بيضة اورجانيك. البيض ده فيه بروتين عالي جدا جدا جدا. احطه في العلف هيخليه. اللمبة هنا الحمراء عاملة اضاءة مش كويسة اهي. حطيت البيضة اهي، بيضة اهي، بيضة بلدي. هي اي بيضه المتوفر عند البلاد، فانا عملته بيضه على علف، على شويه علف صغيرين، وهفركهم فيهم كده يرفع مناعتهم اكتر ويزود البروتين بتاع الاكل ويخلوهم يزيدوا في الوزن اكتر. يعني ده بروتين عالي جدا جدا البيض المسلوق. زي ما قلت لحضراتكم ان البيض بروتين عالي جدا جدا، بيعوض الفرخه عن اي حاجه ناقصاه من كالسيوم او في بروتين من الام نفسها. يعني لو الفرخ ضعيف بيبقى معاك كويس جدا جدا. حاول انك تاكليهم اقل ما يكون 5 ايام كل يوم بيضه على العلف. افركيها كويس جدا جدا جدا. وفي العلف بتاعك حتى لو انت عندك علف 23 او 24 حط فيه بيض. البيض بروتين عالي جدا جدا جدا، وبيحصل معاكي وزن اعلى. والفراخ زي ما انتم شايفين حضراتكم كده معايا زي الفل، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. النهارده عمر اول يوم زي ما قلت لكم امبارح، ما بنحسبوش اهو. فرخ حلو، فرخ يعني مصحصحه زي الفل، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. فراخ شركات يا جماعه. فرخ النهارده ب 15 جنيه، انا شارياه امبارح ب 15 جنيه، والفرخ الساسو شارياه ب 13 جنيه. يعني ايه ده؟ ايه العذاب ده؟ يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويعمل لايك للفيديو ويعمل شير للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.